السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الشنطه اللي شفتوها في اول الفيديو، شنطه خرز على شكل قلب. تمام. طيب اول حاجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو هنحتاج ايه؟ هنحتاج خرز لولي. خرز لولي ده مقاس 10. خرز ده مقاس 10. تمام. هحتاج خيط مقاس 60 او 70. تمام. خيط صياد مقاس 60 او 70. طريقه الشغل هتبقى ازاي؟ اول حاجه انا المفروض عشان اعمل الشنطه دي محتاجه وشين من القلب ده، يعني محتاجه قطعتين نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هبدأ ان انا اشبك او اشبك الجوانب، يعني او اشبك الوش ده مع الظهر. تمام. من ناحيه ايه؟ من اول ناحيه حاجه هبتدي الجوانب. بكام خرزه؟ هبتدي باربع خرزات عشان اعمل القلب ده. اول حاجه هبتدي باربع خرزات، اربع خرزات، واعمل ايه؟ واحده رباعيه. حطيت اربع خرزات في الخيط بتاعي، وبعد كده بساوي طرفين الخيط مع بعض، وباخد طرف الخيط اليمين. باخد طرف الخيط اليمين وبرجعه في اخر خرزه انا حطيتها من ناحيه اليمين هنا اهو. تمام. بشد الخيط على الاخر، وبخلي اخر طرف بس صغير كده عشان اعمل اكون الحلقه دي اللي هطلع منها طرف الخيط التاني. بشد كده جامد، والعقده الصغيره اللي اتكونت دي هبتدي ادخلها جوه الخرزه. اول غرزه او اول واحده رباعيه اتكونت معايا اهي. بعد كده كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الطرف مثلا اليمين، احط فيه خرزه واحده، والشمال احط فيه خرزتين اتنين. هرجع في اخر خرزه انا حطيتها، اعمل الحلقه دي اللي انا هطلع منها طرف الخيط التاني. هيبقى بالشكل ده كده اهو. هدخل العقده الصغيره دي جوه الخرزه. تمام. هعملها معاكم مره كمان. باخد اي طرف بحط فيه خرزه واحده، والطرف التاني بحط فيه خرزتين اتنين اهو. الطرف اللي فيه خرزتين برجع فيه كده في اخر خرزه، بعمل الحلقه واطلع طرف الخيط التاني كده اهو، وادخل العقده جوه الخرزه. دي كده عملت كام واحده؟ عملت واحد اتنين تلاته. انا هعمل 12 من اول هنا، بعد من اول هنا بعمل 12، وهرجع لكم تاني في الغرزه رقم 13 نشوف هنعملها ازاي مع بعض. تمام. انا هنا عملت واحد اتنين تلاته، عايزه اعمل 9 غرز رباعيه كمان، وارجع لكم في الغرزه رقم 10 عشان نشوف هنعملها ازاي مع بعض. خلاص انا هنا عملت كام؟ عملت 12 غرزه رباعيه. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه 10 11 12. عملت 12 غرزه رباعيه. هاجي في الغرزه ال 13 هعملها منين؟ هعملها في طرف الخيط اللي من تحت. بصوا الشغل ماشي معايا ازاي. عندي طرف خيط فوق وطرف خيط تحت. هجيب طرف الخيط اللي من تحت واحط فيه 3 خرزات. احط فيه 3 خرزات في طرف الخيط اللي من تحت. هرجع في اخر خرزه. بعمل كده ليه؟ علشان اطلع للسطر التاني. انا كده معايا ايه؟ معايا 13 غرزه رباعيه. اخر غرزه هلاقي طرفين الخيط طالعين من الخرزه اللي من فوق. هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هقلب الشغل بتاعي كده، وهبتدي ان انا اشتغل غرزه طايره. قلنا الغرزه الطايره بنشتغلها ازاي؟ اللي مش عارف، انا عملت عنها فيديو برضو هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس، وعملت يعني شرحتها بالتفصيل. دلوقتي هشرحها معاكم مره تانية سريعا للي مش عارفها. بجيب انا هنا عندي طرف خيط يمين وطرف خيط شمال. بجيب طرف الخيط اليمين بحط فيه 4 خرزات. واحد اتنين تلاته اربعه. ادي الاربع خرزات اهم. ادي الاربع خرزات اهم. هعمل ايه؟ بنفس طرف الخيط اليمين هو وانا ماسكاهم كده على ايدي، هجيب طرف الخيط اليمين واجي بيه هدخله في اخر خرزه من تحت. اخر خرزه دي اللي هي اول واحده احنا حطيناها، اللي هي اول واحده احنا حطيناها، هخش فيها كده من تحت لفوق في خرزه واحده بس. تمام. ادي الغرزه ايه؟ الطايره اهي. مش هتظبط دلوقتي او مش هتثبت دلوقتي لحد ما انا اكمل عليها واشتغل غرزه كمان. هجيب طرف الخيط اللي من فوق، طرف الخيط اللي من فوق،
اظبط بس الخيط عشان لافف. تمام، زي ما انتوا شايفين الغرزه رباعيه اهي. قلنا مش هتثبت غير لما احنا ايه نكمل السطر التاني. بعد ما عملت الغرزه دي طرف الخيط هو اليمين برضو هحط فيه خرزتين 2. تمام، حطيت فيه خرزتين، برجع في اخر خرزه وبطلع من الحلقه دي طرف الخيط التاني، بس بشد كده جامد وادخل العقده جوه الخرزه. هلاقي الغرزه بتاعتي عملت كده، هعدلها بس اهي. تمام، شايفين كده. دلوقتي هشتغل بقى شغلي عادي خالص. طرف الخيط اللي من تحت بمشيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق بحط فيه خرزتين 2. برجع في اخر خرزه وبطلع طرف الخيط التاني. تمام، برضو هاخد طرف الخيط اللي من تحت بمشيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين 2. ادخل عقده كويس جوه الخرزه. همشي بالطريقه دي لحد اخر السطر. لما اوصل لاخر غرزه هرجع لكم تاني. وصلت لحد اخر خرزه، حطيت فيها الخيط الشمال زي ما احنا ماشيين عادي، ودلوقتي هاخد خرزتين واحطهم في طرف الخيط الشمال اللي هو من تحت عشان اطلع سطر جديد بالشكل ده. تمام، دلوقتي في طرف الخيط اللي هو من بره، اللي هو الشمال ده طرف الخيط اللي من بره، او لو انا قلبته كده اهو، لو انا لفيت الشغل بتاعي كده هيبقى طرف الخيط اليمين. هاخد طرف الخيط اليمين واحط فيه 3 خرزات، 1 2 3. تمام، هرجع في اخر خرزه واطلع طرف الخيط التاني بالشكل ده كده، وادخل العقده كويس جوه الخرزه. بمشي خرزه واحده، والخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين 2. برجع في اخر خرزه وبطلع طرف الخيط التاني وادخل العقده جوه الخرزه. الخيط اللي من تحت بمشي بيه خرزه واحده، والخيط اللي من فوق بحط فيه خرزتين 2. وارجع في اخر خرزه واطلع طرف الخيط التاني، وهكذا لحد ما اوصل لاخر السطر. هكمل وارجع لكم تاني. خلاص رجعت معاكم في اخر السطر، ودلوقتي هاخد طرف الخيط اللي من فوق. انا المفروض دلوقتي في اخر خرزه، فاخر خرزه دي المفروض عشان نطلع للسطر اللي بعده بنحط الخرزتين في طرف الخيط الشمال. لا، انا المره دي هحط الخرزتين في طرف الخيط اليمين برده، علشان انا عايزه مش هقفل السطر في الخرزه دي. تمام، كملوا معايا كده ونشوف هنعمل ايه. طرف الخيط اليمين هاخده كده واحط فيه خرزتين اللي هو طرف الخيط اللي من فوق، وهقفل كده في الخرزه الثانيه. هلاقي بقى ايه طرفين الخيط طالعين معايا من الخرزه اللي هي من الجنب دي. هاخد بقى المره دي طرف الخيط اللي من تحت احط فيه 3 خرزات، عشان انا دلوقتي بعمل واحده طايره او غرزه طايره في نهايه السطر. ثلاث خرزات اهم. هرجع بقى في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط اليمين او اللي من فوق يعني، اشد كده جامد وادخل عقده جوه الخرزه. هلاقي السطر بتاعي بقى مايل كده. هتعدهم، هنقوم 1 2 3 4 5 6 خرزات كده ايه تحت بعضهم كده اهم. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هلف الشغل بتاعي، والخيط اليمين هحط فيه 3 خرزات عشان ابني واحده غرزه رباعيه جديده في اول السطر. فهحط كده في الخيط اليمين 3 خرزات واقفل في اخر خرزه، واطلع منها ايه طرف الخيط الشمال. ادخل عقده كويس جوه الخرزه، وهمشي همشي بالخيط اللي من تحت خرزه واحده،
الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين لاخر السطر، همشي بنفس الطريقه كده لاخر السطر. هكمل بنفس الطريقه دي لحد ما اوصل لاخر السطر. الطرف اليمين، الطرف الخيط اللي من تحت بحطه في خرزه واحده، طرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين لحد اخر السطر. رجعت معاكم في اخر السطر، وهاخد طرف الخيط اللي من تحت واحط فيه خرزتين عشان اطلع سطر جديد. خلاص انا هنا الخيط بتاعي خلص، فلفيته كده حوالين الخرز وقفلته ودخلت العقده جوه الخرزه ونضمت خيط جديد. لو انتم مش عارفين الطريقه انا شارحه فيديو مفصل عن الطريقه، على القناه، هحطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا جبت طرف الخيط اليمين وحطيت فيه 3 خرزات. هرجع الخيط بتاعي في اخر خرزه واطلع طرف الخيط اليمين، طرف الخيط الشمال. دلوقتي هعمل ايه؟ طرف الخيط اللي من تحت بمشيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين واقفل في تاني خرزه. همشي كده بقى ايه لحد اخر السطر، همشي كده لحد اخر السطر، وعند اخر السطر هنا هحط في طرف الخيط اللي من تحت هحط فيه الخرزتين عشان اطلع سطر جديد. هعمل كده وارجع لكم تاني. خلاص انا كده وصلت لاخر السطر، وهاجي في الخرزه الاخيره زي ما قلت لكم هاخد طرف الخيط اللي من تحت واحط فيه خرزتين عشان اطلع السطر الجديد. هعمل، بصوا دلوقتي انا هقفل السطر ده كده اهو، وبعد كده هعمل سطر كمان بنفس الطريقه اهو. هعمل سطر كمان بنفس الطريقه، انا هلف الشغل بتاعي كده، والخيط اليمين احط فيه 3 خرزات واقفل، وبعد كده احط خرزتين لحد اخر السطر. اجي عند اخر السطر واقفل، احط خرزتين في طرف الخيط اللي من تحت واطلع عشان اطلع سطر جديد. هرجع لكم بقى في السطر اللي بعد كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده ده 1 2 3 4 5. هعمل السطر السادس زي ما قلت لكم بنفس الطريقه، وارجع لكم بقى فين؟ في السطر السابع. خلصنا السطر ده، ودلوقتي هبتدي معاكم في سطر جديد. حطيت في الخيط اليمين 3 خرزات عشان انا في اول السطر، واحنا متفقين ان احنا في اول السطر في الغرزه الرباعيه بنبدا ب3 خرزات. السطر ده انا هكمله كله غرز رباعيه، بس هسيب اخر غرزه مش هشتغل فيها. تمام، هقول لكم ازاي دلوقتي، بس اتاكد ان انا ادخل العقده كويس جوه الخرزه علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط. همشي كده بالخيط بتاعي اللي من تحت خرزه واحده من تحت، والخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين واقفل، وامشي لحد كده، وامشي كده احط الخيط اللي من فوق همشيه خرزه واحده، والخيط اللي من تحت همشيه خرزه واحده، والخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين لحد ما امشي كده لحد اخر السطر. قبل اخر السطر بغرزه اللي هي دي هقفل السطر بتاعي. انا هشتغل الوحدات دي او هشتغل على السطر ده كده لحد ما اوصل لاخر خرزتين هنا او اخر غرزتين، وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، انا كنت قلت لكم ان انا هكمل السطر بتاعي وهسيب اخر خرزه مش هشتغل فيها. تمام. طيب في حاجه هنا بس عايزه اوضحها. المفروض ان انا في السطر ده هفضل اشتغل لحد اخر خرزه، وزي ما قلت اخر خرزه دي مش هشتغل فيها، هسيبها. تمام. طيب عايزه المفروض انا السطر اللي بعده انقص فيه، عايزه انقص في السطر اللي بعده، فبالتالي عايزه انقص ايه؟ اخر غرزه. تمام. فبالتالي انا هعتبر ان دي هتكون هي الخرزه الاخيره، لان دي خلاص احنا نقصناها في السطر ده فمش هنشتغل عليها، يعني اعتبروها مش موجوده. تمام. فانا عشان انقص خرزه في السطر اللي بعده هعمل ايه؟ هعتبر ان دي الخرزه الاخيره، وهاجي عند الخرزه اللي قبلها اللي هي رقم 3 من ناحيه الشمال. تمام. المفروض ان انا عايزه الخيط بتاعي يبقى طالع من الخرزه دي اللي هي الخرزه الثالثه من ناحيه الشمال. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه مفروض ان انا هاخد طرف الخيط الشمال
بصوا عشان اوضحها لكم اكتر. هقلب الشغل بتاعي، خليكم مركزين معايا. كل اللي انا هعمله دلوقتي، هاخد دلوقتي بقى طرف الخيط اليمين عشان انا قلبت الشغل تمام. فهاخد طرف الخيط اليمين احط فيه 3 خرزات. احنا كنا شرحنا طريقه التنقيص دي او طريقه التناقص في الخرز في فيديو لوحده، لو انتوا حابين تقدروا ترجعوا له تمام. طيب انا عملت ايه؟ خدت طرف الخيط اليمين وحطيت فيه 3 خرزات. هعمل ايه؟ هروح جايه عند الخرزه اللي هي دي، شايفين ازاي؟ هاجي عند الخرزه دي اللي هي التانية دي تمام، وراح واخده نفس طرف الخيط هو اللي انا حطيت فيه الخرز، واروح داخله فيها كده ايه من اليمين، هخش فيها كده ايه من اليمين للشمال. خلاص بعد ما عملت الخطوه دي هعمل ايه؟ برضو نفس طرف الخيط هو احط بس طرف الخيط الشمال ده على جنب تمام. طرف الخيط هو اللي انا حطيت فيه 3 خرزات ودخلت فيه في الخرزه دي من اليمين للشمال. هاجي عند الخرزه اللي هي واقفه من الجنب ده كده اللي هي دي، شايفينها دي؟ هدخل فيها كده من تحت لفوق، هدخل فيها من تحت لفوق كده بالشكل ده كده، شايفين ازاي؟ دلوقتي هعمل ايه؟ هروح جايبه اي طرف خيط فيهم واحط فيه خرزه واحده واقفل فيها عشان اعمل تناقص في السطر اللي بعده. احنا قلنا ان التناقص بيبقى لما احتاج ان انا اعمله في السطر اللي في سطر يعني بحضر له من السطر اللي قبله تمام كده. خلاص ادخل الخرزه بتاع العقده بتاعتي جوه الخرزه كويس، وهيبقى ده الشكل بتاعي اهو. لو انا لفيت الشغل بتاعي كده زي ما احنا كنا شغالين من الاول، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي طرفين الخيط بتوعي طالعين هما الاثنين منين؟ من الخرزه دي اللي احنا قلنا عليها تمام. يبقى احنا في السطر ده عملنا ايه؟ امسكي كده توته. اللي احنا عملناه في السطر ده ان احنا جينا في الخرزه الاخيره دي ما اشتغلناش عليها، ولكن عملنا ايه؟ اعتبرنا ان الخرزه اللي جنبها دي اخر غرزه تمام. فبرضو سيبنا الخرزه اللي جنبها ما اشتغلناش فيها، يعني سيبنا اخر 3 خرزات ما اشتغلناش فيهم، وجينا بعد كده قلبنا الشغل بتاعنا ودخلنا 3 خرزات وشرحنا طريقه التناقص زي ما انا قلت لكم وزي ما شرحت معاكم. وزي ما قلت لكم برضو لو انتم ما فهمتوش الخطوه دي، انا شرح درس التناقص بالتفصيل الممل في فيديو لوحده على القناه ان شاء الله، هحط لكم فيه علامه الاي فوق او هحطه لكم في صندوق الوصف. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هقلب الشغل بتاعي كده اهو، وابتدي برضك ايه ان انا اشتغل على السطر بتاعي. الخيط اليمين احط فيه 3 خرزات وهنشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. خدت 3 خرزات وهبتدي ان انا اقفل السطر بتاعي في اخر خرزه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا همشي بالخيط بتاعي خرزه واحده، والخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين، وهرجع معاكم في اخر السطر ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ده الشكل معايا لحد دلوقتي. كل اللي انا عملته هنا ان انا خدت السطر ده كله وحطيت في في الخيط اللي من فوق خرزتين، والخيط اللي من تحت مشيته في خرزه واحده. لما وصلت لاخر السطر هنا زي ما احنا متعودين وشرحناها قبل كده كتير، لما ننهي السطر بتاعنا عشان نطلع سطر جديد بنحط الخرزتين في طرف الخيط اللي من تحت ونقفل عشان نطلع سطر جديد. هعمل ايه دلوقتي؟ هلف الشغل بتاعي كده اهو، في اول السطر هنا هحط 3 خرزات وهقفل في اخر خرزه، واطلع بقى ايه طرف الخيط بالشكل ده كده. هدخل الخيط بتاعي في الخرزه اللي من تحت، همشيه خرزه واحده، الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين. همشي بقى كام خرزه؟ خلي بالكم بقى لان في السطر ده احنا مش هنكمله للاخر، السطر ده احنا مش هنكمله للاخر. خلاص همشي بقى ايه في الخيط اللي في الخرزه اللي من تحت كده،
والخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين. هنعمل كام غرزه رباعيه بقى؟ هنعمل 7 غرز رباعيه، 7 غرز رباعيه بما فيهم الغرزتين اللي انا عملتهم دول. تمام، هنعمل 7 غرز رباعيه وارجع لكم في الخرزه رقم 8 ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. خلاص انا هنا عملت 7 غرز رباعيه، وجيت في الخرزه رقم 8 او في الغرزه رقم 8 وحطيت الخيط بتاعي زي ما احنا بنمشيه عادي من تحت، ولكن المره دي هحط الخرزتين بتوعي في الخيط اللي من تحت عشان اطلع سطر جديد لفوق. تمام، يبقى انا كده ايه، عملت 7 غرز رباعيه في الغرزه الثامنه، حطيت الخرزتين بتوعي في الخيط اللي من تحت علشان اطلع سطر جديد لفوق. هلف الشغل بتاعي وهاخد عندي بقى ايه، هنا عندي طرف خيط يمين وطرف خيط شمال. بصوا هنا الخرزتين طرفين الخيط طالعين اهم من الخرزه دي. طرفين الخيط باخد طرف الخيط اليمين بحط فيه 3 خرزات وبقفل في اخر خرزه وبمشي السطر بتاعي للاخر. بزق الخرزه لتحت عشان العقده تخش ايه جواها. كده الخيط اللي من تحت بمشيه خرزه واحده، والخيط اللي من فوق بحط فيه خرزتين وبقفل في تاني خرزه. بفضل ماشيه كده لحد اخر السطر، واخر السطر هرجع لكم تاني. خلاص انا وصلت لاخر السطر. دلوقتي في اخر السطر زي ما قلنا هحط الخرزتين بتوعي في الخيط اللي من تحت عشان اطلع سطر جديد. وكل اللي احنا هنعمله بعد كده ان احنا هنعمل سطرين كاملين بنفس الطريقه، مش هنزود ولا هننقص. كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي في طرف، هنقلب الشغل كده ونيجي في طرف الخيط اليمين نحط فيه 3 خرزات، وبعد كده خرزتين 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 لحد ما نوصل لاخر السطر. لما نوصل لاخر السطر هنعمل ايه، هنحط خرزتين برضو بس هنحطهم في طرف الخيط اللي من تحت او طرف الخيط الشمال. تمام، همشي كده سطرين كمان وارجع لكم تاني. انا هنا عملنا ايه، عملنا 1 2 اهو، ادي 1 2. عايزين سطرين كمان وهرجع معاكم في السطر الخامس نشوف هنعمل ايه. خلاص هنا وصلت لاخر السطر. دلوقتي احنا وصلنا هنا للسطر الخامس بعد سطور الثبات. يعني سطور الثبات معايا هنا 4 سطور، ادي 1 2 3 4. كده هنبتدي في السطر الخامس. هلف الشغل بتاعي كده اهو، واجي عند الخيط اليمين احط فيه 3 خرزات، 1 2 3. تمام هقفل في اخر خرزه. وهمشي الخيط بتاعي في خرزه واحده، وبعد كده والخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين واقفل في اخر خرزه. همشي كده بالسطر بتاعي لحد اخر خرزتين، هسيب اخر خرزتين في السطر علشان هنعمل فيهم تناقص. هكمل كده، هسيب اخر خرزتين هرجع لكم فيهم عشان نعمل فيهم تناقص. وصلت معاكم لحد اخر خرزتين. في اخر خرزتين دول هنعمل ايه، هنجيب الخيط اللي من بره. بالنسبه لي هيبقى الخيط الشمال، يا اما لو انا قلبت الشغل بتاعي كده زي ما احنا متعودين عشان الطريقه تبقى ثابته بالنسبه لكم ما تبقاش ايه مختلفه. هجيب بقى ايه، هجيب الخيط اليمين، هسيب بقى الخيط اللي من فوق كده على جنب. هجيب الخيط اليمين اللي معايا احط فيه 3 خرزات، حطيت فيه 3 خرزات اهو. بعد كده الخرزه اللي هي الاخيره دي هخش فيها من اليمين للشمال كده. تمام، بعد كده الخطوه اللي بعد كده ايه، هجيب هدخل بالخيط في الخرزه اللي هي ايه اللي من الجنب اللي انا ماسكاها بايدي دي، هخش فيها كده من تحت لفوق بالشكل ده كده. هجيب بعد كده خرزه واحده واقفل فيها، هقفل فيها السطر بتاعي. ادخل العقده جوه الخرزه كويس. بعد كده هجيب طرف الخيط اليمين احط فيه 3 خرزات،
واقفل في اخر خرزه وهمشي بالخيط اللي تحت خرزه واحده واحط في الخيط اللي من فوق خرزتين. انا دلوقتي هكمل، والمفروض برضو ان انا هعمل تناقص في السطر اللي في السطر ده، وكمان تناقص في السطر اللي بعده. فهعمل ايه؟ طالما هعمل تناقص في السطر ده يبقى انا هستبعد الغرزه الاخيره، هستبعد الغرزه الاخيره اكنها مش موجوده. تمام، هعمل ايدي عليها كده اكنها مش موجوده. فانا عشان اتناقص في السطر اللي بعده يبقى هشتغل كده الغرزتين دول، هشتغل على الخرزتين دول، وهسيب اخر خرزتين مش هشتغل فيهم، وهعمل فيهم تناقص زي ما احنا اهو. كل اللي هعمله دلوقتي هاخد طرف الخيط اليمين واحط فيه 3 خرزات، واقفل في اخر خرزه، وامشي في الخرزه اللي جنبها واحط خرزتين. هنا وصلت للخرزه اللي قبل الاخيره، وهنا هحط الخرزتين بتوعي في الخيط اللي من تحت علشان الخرزه الاخيره مش هشتغل عليها، وده هيبقى اخر سطر معايا في القلب اللي انا بعمله. تمام، كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدكك الخيط بتاعي كده، هنزله لتحت، كده طرفين الخيط متقابلين كده مع بعض اهم، هربطهم ربطتين واداريهم جوه الخرزه. اشد جامد كده عشان ادخل العقده. بصوا مش باينه خالص اهي، مش باينه. تمام، هقص طرفين الخيط دول، وبكده يكون القلب اللي احنا كنا شغالين عليه خلص اهو زي ما انتم شايفين كده، ده هيكون شكله. تمام، وهنجيب بقى القلب التاني اهم يا جماعه كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هشبك القلب ده بالقلب التاني، الجزء ده بالجزء ده.